قدامنا شوي يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا تكرار. دخلناها كده عشان نعملها ايه. سامحوني يا حبايبي، انا لغيت الصوت علشان في اغاني شغاله للاطفال الموجودين في البيت عند ماما، وانتوا عارفين بقى ان الاغاني بتيجي عليها حقوق طبع ونشر وكده. ماما لما لقت الشكاره طويله وسطنتها وخلتها كده الحته اللي فوق اللي بالطول دخلتها في الشكاره من جوه، تمام، عشان تبقى طبقتين وتبقى سميكه وتستحمل الخضار اللي هتجيبيه من السوق ان شاء الله، ولا لما تجيبي فيها اي مشتريات تبقى تستحمل. وماما دلوقتي قصت الايد، بتقولك نتنيها كده ونقص الايد فتحه عشان تحطي ايدك فيها وتمسكيها زي ما ماما ماسكه كده. وهنا بقى يا حبايبي هنبدأ نخيط الشنطة عشان تبقى سميكة اكتر والطبقتين يمسكوا في بعض بالخياطة. ماما تمشي داير المنزور على الحرف المجوز اللي فوق دوت خياطة زي ما انتوا شايفين كده، بتدخل من بره لجوه ومن جوه لبره. انا قلت اوريكم بس قدامكم كده جزء وهي بتخيط بسيط، وبعدين هي بقى تكمل الشنطة كلها براحتها، واجيبها لكم ان شاء الله باذن الله لما ايه تخلص خالص نهائي باذن الله. وايه رايكم في فكره يا حبايبي؟ فكره حلوه ان هي اعاده تدوير للشكاره بتاعه العلف، شكلها حلو ازاي. هنا مرات اخويا بتوريكم ان الايد لقيتها صغيره شويه، قصت حته بالمقص زودتها شويه الفتحه خلتها واسعه، وطبعا الحته اللي قصتها هتبقى متطرفه كده وطالعه من الايد، فراحت تانياها وبتقول لكم اهيت وخيطتها ماما خيطتها هي كمان لجوه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ اتمنى الفكره تكون عجبتكم يا رب. وهنا يا حبايبي مرات اخويا بتوريها لكم اهيت، دي وشها بسم الله ما شاء الله بقت جميله ازاي وماسكاها وتعرف تروح بيها السوق تجيب فيها الخضار وتجيب كل حاجه. ودي ظهرها. اتمنى تكون الفكره عجبتكم ان شاء الله باذن الله. وهنا بيصوروها بعد ما خلصت خالص نهائي. وهنا يا حبايبي ماما كانت عامله شنطه من قبل كده، وبعدين ما جت تعمل بقى الشنطه التانية قلت لها لا صورها لي وبعتها لي عشان اقول الفكره للناس وانفع بها غيري يعني. ده من باب يا حبايبي علم ينتفع به. لما حد تعجبه الفكره ويكون مش قادر يجيب شنطه للسوق وكده يعني، وعنده طيور وجاب شكارة علف ولا حاجة، ولا عنده شكاير كتيرة يقوم يستفاد من الفكرة ان شاء الله، ولا الخير كفاعله ينفذ الفكرة ان شاء الله بإذن الله. وفي نهاية الفيديو حبايبي احب اشكر امي الغالية ست الحبايب واقول لها تسلم ايدك يا ست الكل، تسلم ايدك يا امي يا حبيبتي يا غالية عليا، يلا وحشتيني. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة حبايبي.